قبل ما أبدأ الفيديو حابب أعرفك كده يا صديقي إن الفيديو بتاعنا ده نادرا ما هتلاقي حاجة شبيهة ليه، فجهز نفسك كده علشان هتسمع حاجة عظمة بإذن الله. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب. ويلا نبتدي حلقتنا. بنشوف مستشفى الولادة والأهالي بيكونوا مستنيين أطفالهم في الحضانة، وأكتر حد لفت الانتباه كانت بنتنا الكيوت الأمورة لونا. وحتى لما كانت في الحضانة كانت أكتر بنت لطيفة، وأي حركة صغيرة منها كان بتخلي أصحابها يحبوها جدا. وحتى لما كانوا بيلعبوا الكل كان بيرفض يطلع يجري علشان نونا تلاقيهم. حتى وهي بتصحى من النوم لازم تصبح على نفسها كده يا صديقي. وبعدها بكام سنة بنشوف البطلة بتاعتنا وهي رايحة اليوم الدراسي بتاعها، وبتكون مليانة طاقة وحيوية وجمالها الملفت لدرجة إن الناس اللي ماشية في الشارع بينبهروا. وفي المدرسة بتروح الفصل وبتسلم على الكل وهم بيرد عليها إلا شخص واحد وهو كورو يا صديقي، أكتر شخصية باردة ما بيتأثرش بحاجة. فنونا بتسلم على كورو لكن هو بيرد عليها بكل برود، وزمايلها بيكونوا ميتين حرفيا بسبب إنه تجاهلها، والغلابة اللي ورا بيكونوا منهارين من جمالها. وحتى كورو بيكون ميت من الصدمة وبيخبي وشه في الموبايل. ففجأة نونا بتحس بتعب وبتقول له أستاذ إنها تروح أوضة الممرضة. فواحدة من صاحباتها بتعرض إنها تروح معاها لكن هي بتقول كورو هو اللي هيوصلني. ولكن في التوقيت ده أوضة الممرضة بتكون فاضية. وبعدها نونا بتسأله هو أنا عملت لك حاجة تخليك تكرهني للدرجة دي؟ وقتها كورو لأول مرة وشه بيكون أحمر، وده بيخليها تفرح بإنها انتصرت، بس في نفس الوقت عاملها ببرود. فنونا ما بيبقاش عندها اختيار تاني غير إنها تخليه يتكلم معاها بأي شكل. فتمسك إيده وتسحبه ناحيتها، بس بالغلط رجلها بتتعثر على طرف الستارة، ومرة واحدة الاتنين بيكون على سرير العيادة. فبتضرب راسها في المكتب وتحاول تستعيد تركيزها، وبتقرر إنها مش هتستسلم وإنها تخليه يحبها غصب عنه. وبيعدي كام يوم ونونا بتكون زي ما هي البنت الجميلة اللي الكل معجب بيها، وبتقول لنفسها إنها جميلة جدا النهاردة. بس مرة واحدة بتشوف كورو بالصدفة وبيقولها بكل برود صباح الخير وبيمشي ومش بيديها أي اهتمام. فطبعا نونا كانت هتنفجر. وبعدها لما بيجي وقت الرياضة نونا بتبتدي تمرينات، وطبعا كل الأولاد بيعجبوا بيها. وبعدها بتنادي كورو من بعيد وتقوله تعالى اتمرن معايا، بس طبعا هو بيعمل نفسه مش سامع، وده بيزيد عصبيتها أكتر. بس بعدها بتفتكر كلامه وإنها تحتفظ بالحاجات دي للشخص اللي هي بتحبه، وتقول أنا بس عايزة أخليه يعمل نفس اللي بيعملوه باقي الشباب ويبطل برود. بنشوف في نفس الوقت كورو بيكون بيغسل راسه من التعب، بس برضه نونا مش بتسيبه في حاله. فبتحاول تفتح اي موضوع بس غصبا عنها بترش على نفسها. فكورو بيتكسف جدا بس مش بيرضى يسيبها كده، فبيخلع التيشيرت بتاعه وبيغطيه بيها وبيقولها خليه معاكي. فنونا بتشكره جدا، وواضح ان الموضوع ده مش هيعدي بسلام، لان كان في عصفورة في المكان وشافت كل الحاجات اللي كورو عملها. وفي نفس الوقت كورو بيكون خايف ان حد ممكن يكون شافهم وفهم الموضوع غلط، وبيبدأ يتوتر وبيسألوه مش شايف انك كنت جاحد معاها شوية؟ هي بس بتحاول تكون لطيفة معاه. فكورو بيقعد مع اصحابها وبيعرفهم انه ممنوع عليه انه يتعامل مع البنات زيادة عن اللزوم. وفوق كده في المكان بتاعه مفيش غير ستات كبار في السن، فعمره ما كان عنده اي تعامل مع بنات، وانه مش بيعرف يتكلم معاهم اصلا. وهو حرفيا متعود يشوف البنات الجميلة دي زي نونا على التلفزيون وبس، وعلشان كده تصرفاته كانت زيادة عن اللزوم. وبيقول لهم ان كلامهم صح وان لازم يكون معاها، بس التربية بتاعته عكس كده، وانه لازم يهتم بالدراسة، ولو ساب المشاعر تسيطر عليه اكيد هيحبها. والمعبد بتاعه بيحرم الارتباط. وتاني يوم نونا غسلت التيشيرت وبتديه لكورو، فبيكون محرج شوية بس هي بتبتسم وتقول له انسى اللي حصل. وبعدها بنروح للحصة بتاعت الرسم، وبتكون نونا هي اللي
النموذج بتاع الرسم. فما بتصدق وتنادي على كورو وتطلب منه يبدأ يرسمها، بس هو مش راضي يعبرها. فنونا بتبدأ تتعصب لأنه مش بيديها أي اهتمام، فبتروح عنده وبتقوله ما تخافش، مش دايما بيبقى عندك فرصة إنك ترسم بنت جميلة زيي. بس بعدها بترجع في كلامها وبتقوله إنها كانت بتهزر معاه، بس باقي الولاد ما بيكونش عندهم أي مشكلة إنهم يرسموها. ونونا كانت متأكدة إنه كورو مش هيقدر يحافظ على البرود بتاعه لوقت طويل، وبتفتكر لما اداها التيشيرت بتاعه علشان يحافظ عليها. وبيكون كورو في نفس الوقت بيحاول يحافظ على هدوءه، خصوصا لأنها كانت جميلة كعادتها، فبيكون مضطر إنه يشتت دماغه ويركز في أي حاجة تانية. فبتسأله لو الوضعية دي مناسبة للرسم ولا لأ، بس ملامحه بتتغير ووشه بيكون أحمر من الإحراج. وبعدها نونا بتلاحظ إن في بنت من زمايلهم بتراقبهم من بعيد، ولما نونا شافت البنت بتتحرج، بس بعد شوية بترجع تراقبها تاني. فنونا بتقول هي ليه مركزة معايا كده، بس مش بتهتم، وبتبدأ تاخد بالها من كورو إنه مركز معاها بشكل غريب، بس ده طبيعي علشان كان بيرسمها، فطبيعي يفضل باصص عليها. بس بتحس إن نظرات كورو مركزة عليها زيادة عن اللزوم، وده بيخليها تتوتر جدا، ومجرد التفكير إن عينيه عليها بيخليها مكسوفة جدا، فمش بتقدر تستحمل، وبتقول إنها مش كويسة، وبتسيب كورو مع نفسه وبتمشي. ولما بتكون نونا في الحمام بتفتكر اللي حصل، خصوصا إنه كورو دايما بيكون بارد ومش بيهتم بيها، فإنه بيكون مرة واحدة يفضل بص عليها بالشكل ده بيخليها تحس بالكسوف. وفي نفس الوقت اتنين من أصحاب كورو بيروح عنده وبيبدأوا يمدحوه على الرسمة، وبيسألوه ناوي يعمل ايه بالصورة. فحد منهم بيقوله أكيد هترميها وتتصرف ببرود تاني صح؟ بس كورو مش بيكون عارف يقول لهم ايه. وبعدها في المكتبة كورو ونونا بيلمسوا ايد بعض بالصدفة لما كانوا بياخدوا نفس الكتاب. فنونا بتقوله من بين كل الكتب اخترت الكتاب ده، اكيد دي مش صدفة صح؟ وبعدها بتقترح عليه انهم يقرأوا مع بعض، بس قبل ما تكمل كلامها كورو بيلاقي نفسه بيسيب الكتاب في ايديها وبيمشي، وعقلها مش بيفكر غير انها لطيفة جدا. ومرة واحدة بتلاحظ ان صاحبتها بتبص عليهم من بعيد، واول ما عينيهم جت في عين بعض البت بتتكسف وبتطلع تجري. بس نونا كانت مصممة تقعد وتقرأ الكتاب مع كورو، حتى انها استأذنت منه تقلب الصفحة اللي بعديها. والموضوع كان ملفت وحتى ناس كتير بصت عليهم، بس نونا نفسها مش بتكون فاهمة البنت دي مالها، وتقول اكيد هي مش مركزة معايا. ومجرد انها تتخيل كورو مبسوط مع البنت دي، لكن هي بتقرر يا صديقي انها مش هتسيب ده يحصل ابدا، لانها اعجبت بيه قبليها وكانت فاكرة ان كورو بيحب البنات اللي من النوع الهادي، فبتقرر تتصرف على الاساس ده. فبتبدأ بخطتها الاولى، وانها تلبس نظارة وتمسك فنجان شاي علشان تكمل الصورة وتبان بروفيشنال قدامه كده يا صديقي. والبت بتكون متقنة الدور على الاخر، وعارفة ان الحوار ده لازم يكون مع النضارة والشاي. والمرة دي كورو مش بيقدر يخفي اعجابه، وكان واضح انه متأثر بجمالها. نونا كان عندها احساس ان لو حد غيرها اخده منها هتبقى مشكلة، فبتقرر تتصرف على طريقتها. فبتعدل النضارة بايديها وبتقوله انت شايفني ازاي، بس بسرعة بيتقطع افكاره وبيبدأ يمشي وهو متوتر. فنونا كانت هتنفجر بعد كل ده ومفيش اي نتيجة، بس مرة واحدة بتاخد بالها من البنت اللي كانت بتبص عليها بشكل غريب، والبنت دي بيكون اسمها هارو. فنونا بتبدأ تفكر انه هارو فعلا معجبة بكورو. فمن اللحظة دي الادوار بتتبدل وبيحصل العكس، نونا بتبدأ هي اللي تركز على هارو، وبتكون عايزة تعرف هي البنت دي مين، وبتكون مصدومة ان البنت دي مثالية بطريقة رهيبة. وبنشوفها وهي بتسقي الزرع، وفي وقت الراحة يا اما تشوف كتاب يا اما بتساعد في تنظيف السبورة. بنت طبيعية يعني باختصار، بس نونا كانت عايزة بأي طريقة تلاقي فيها عيب. بس بعدها نونا بتستوعب ان في فرق ما بينهم كبير، ولو كورو بيحب النوع الهادي واللطيف يبقى هي الخسرانة. بس مرة واحدة صاحبها اللي بيلبس نظارة بيجيب لنونا الكتاب اللي هي وكورو كانوا بيتكلموا عنه، واول ما بتقوله شكرا يا حبيبي الولد بيحس اكنه اخد طاقة لليوم كله. فنونا بتستوعب ان
انها مش بتستخدم الاسلوب ده مع كورو، فبتقرر انها لازم تتحرك بسرعة قبل ما هارو تخطفه منها. وبيكون في نفس الوقت ده كورو عند سطح المدرسة وكان بيستمتع بالجو، ومرة واحدة بيروح لعنده منديل وبيوصل لعنده، ولما بيمسكه بيطلع انه بتاع نونا، فبتجري بسرعة عليه وتقول له شكرا. ونونا كانت متأكدة ان مفيش شخص في الدنيا مش هيحب ان البنت تتكلم معاه، فبتبدأ تفتح مواضيع معاه وتقول له انت كنت بترتاح هنا صح؟ انا كمان اوقات باجي هنا علشان ارتاح، ما اي حاجة بقى وبالسلام. وبعدها بتقول له على فكرة المنديل ده هو اكتر حاجة بحبها، وانت دايما طيب جدا. ولكن بعد كده بتغير من نبرة صوتها وبتقول له بحبك، بس بتلاقي ان الكلمة مش بتطلع، فبتستغرب جدا ليه الكلمة دي مش بتطلع لكورو، فبتحاول كمان مرة بس بتكون نفس النتيجة ومش بتكون عارفة تتكلم، فبتحبط جدا وبتبدأ تعتذر على تضييع وقته، بس هو بسرعة بيقول لها لا عادي مفيش اي مشكلة. وبعدها بتروح الفصل وتقول لنفسها ما تلوميش نفسك على اي حاجة، انت بقالك شهر بتحاولي تتقربي منه ومفيش اي فايدة. وبعدها كورو بيروح الفصل فبتقول برضو الغبي ده مش بيبص عليا. وبعدها في حصة النشاط الفصل كله كان بيختار مين هيكون رئيس المهرجان، وهارو بتكون الوحيدة اللي طلعت، فنونا بتكون غيرانة جدا منها، بس نونا بتتطوع انها تشتغل مع هارو، فهارو بتسلم على نونا وهي كمان بتسلم عليها. وبعد ما المدرسة بتنتهي بيقعدوا يحضروا الافكار مع بعض، وهارو بتبدأ تقترح افكار زي مقهى ومسرحية او بيت رعب، وبتسأل نونا عن اللي كانوا عاملينه في الإعدادية، فنونا بتقول لها إنهم كانوا عاملين مقهى وكانت بملابس أرنب لطيف، بس هارو بتقول لها إنها تقريبا مش فاكرة لأنها كانت متنكرة على شكل نمر مش أرنب، وكان شكلها كله متغطي. فنونا مش بتكون فاهمة هارو ومفكراها في دايرة الحب، بس هارو مش بتكون واخدة الموضوع على قلبها، وده معناه إنها حتى مش شايفة نونا كمنافس ليها. بس طبعا نونا مش هتسيب حاجة زي دي تحصل وبتقلق منها كده يا صديقي. وبعدها بتلاحظ إن القلم بتاعها مش شغال، فهارو بتديلها القلم بتاعها بس بتكون مكسوفة جدا، ولما نونا بتوافق بتكون فرحانة جدا. بعدها هارو بتاخد الموبايل زي ما بتكون خايفة من حاجة، وبتقول ما اقدرش اوريك الموبايل بتاعي مع ان محدش سألها اصلا، فده بيزيد فضول نونا. فكرك نونا هتسكت على اللي بيحصل ده؟ فلما بتطلب من هارو بتكون ميتة من الرعب ومن التوتر، وبتقول لها اي حد ممكن يشوف الا انت، وبتهرب باقصى سرعتها. فكرك نونا هتسيبها؟ بتجري وراها طوالي، بتقول لها بوعدك مش هكرهك بعد ما اشوفها بس بشرط انك تسيبي كورو. فالجملة دي بتخلي هارو تتوتر جدا وبتتكعبل والموبايل بيقع منها، فنونا بسرعة تخطف الموبايل وبتشوفه وبتتصدم. الموبايل كان حرفيا مليان صورة ليها، فهارو بتبدأ تستعطف نونا وانها تسيبها في حالها، ونونا بتحاول تهديها. والحقيقة ان هارو كانت معجبة جدا بالشخصية بتاعت نونا من اول يوم شافتها فيه، وكانت معجبة بجمالها، فعلشان كده كانت بتصورها من بعيد علشان تكون زيها، وبتقولها ما تقلقيش عدد الصور مش اقل من 1000 صورة. بس وقتها نونا بتستوعب انها كانت فاهمة موضوع غلط. الشخص اللي هارو كانت عيونها عليه طول الوقت ما كانش كورو، كانت هي نفسها. فنونا بعدها بتقول لها انها مش زعلانة خالص بس كنت لازم توضحي سوء الفهم اللي حصل. وبتقول لها لما قلت لك سيبيلي كورو كان قصدي على نوع سمك مش اكتر. بس هارو بتقول لها انا فاهمة يا نونا اكيد قصدك على كورو اللي كان معانا في الصف. فنونا بتكتشف انها اتفضحت، والمشكلة ان هارو كانت واخدة بالها من تصرفات نونا الغريبة من وقت ما كورو بقى معاها في المدرسة، وحتى لما لبست التيشيرت بتاعه كانت هارو شايفة كل حاجة. فنونا كان بتحاول تشرح انها كانت بتتكلم على نوع سمك اسمه كورو، لكن هارو فضلت تفضح في كل حاجة، وحتى بتجيب صور لنونا وهي مع كورو في المكتبة. وبعد الفضيحة دي كلها بتقول لها انا
هساعدك تعترفي بحبك لكورو. فنونا بتتوتر جدا من هارو وبتبدأ تقلق منها. وتاني يوم الفصل بيكون مشغول بالتحضيرات، ونونا وهارو بقوا بيتكلموا مع بعض اكتر من الاول. وهارو بتكون عندها اخت اكبر منها في المسرح وبتجيب ازياء يستخدموها في المهرجان. ونونا كل شوية تبص على كورو، فهارو بتقول لها انت هتقدر تسيبي انطباع حلو عنده، انا متأكدة. فنونا بتتكسف جدا وبتقول لها قلتلك تبطلي تتكلمي عن الموضوع ده. ولحد دلوقتي هارو مصممة ان نونا بتحب كورو. وبعدها بيروحوا للمسرح واللي كان مليان بأزياء كتير، وهارو بتكون سمت المهرجان جسر الحب. فهارو بتوصف لها مكان وان اسمه جسر الحب، وبتقول لها انه مشهور بان اي اتنين يمسكوا ايدين بعض فالعلاقة هتدوم العمر كله، وان الحب هيربطهم مع بعض. والاسطورة دي كانت سبب في بداية قصص حب كتير على مر السنين. وبعد ما خلصت كلامهم بتقول لها على العموم انا واثقة ان كورو هيمسك ايدك عليه. فنونا كانت عايزة تأكد لهارو انها فاهمة الموضوع غلط، بس قبل ما تقدر تتكلم اخت هارو بتنادي عليها. فنونا بتقول لها ان مفيش طريقة انها تخلي كورو يعجب بيها بسرعة، والمهرجان بيكون الفرصة الوحيدة، فعلشان كده بتجرب كل الازياء اللي ممكن تخليه يعجب بيها وبتبدأ تبدل فيهم. بس كل ده ما كانش كفاية، وانها عايزة حاجة تكون احلى، فبتبقى لازم تلبس زي ارنب، بس بتلاقي انه مكشوف جدا وتقول لا مستحيل البس ده. ولما كانت بتغيره مرة واحدة كورو بيروح عندها، فنونا بتتصدم وهو كمان وشه بيكون احمر. فنونا بسرعة بتحاول تبرر الموقف وتقول له انها كانت بس بتجرب لبس المهرجان. فكورو بيتوتر وبيقول لها انا جاي بس بوصل حاجات للاستاذ. ولما بيبدأ يهرب المشكلة الاكبر بتحصل. هارو بتكون في طريقها ليهم، ولو شافتهم مع بعض هتكون مشكلة كبيرة. فبسرعة نونا بتمسك ايد كورو وتهرب معاه، وبيروحوا جوه الدولاب علشان يستخبوا. ولما هارو بتروح كل اللي بتشوفه كان ودن الأرنب اللي مرمي على الأرض، وما كانش عندها فكرة إن نونا وكورو مستخبيين في الدولاب، وبيكون الوضع جوه صعب جدا. بس وقتها أخت هارو بتنادي عليها فبتروح عندها، وده بيساعد نونا وكورو جدا. وبعدها نونا بتبدأ تفكر في إن أكيد الموقف ده هيخليه يديها أي مشاعر على الأقل، بس بتلاقيه محبط جدا وما بيكونش بيديها أي مشاعر. فنونا بتتحرج وبتحاول تتأسف، بس كورو بيقول لها انها جميلة جدا بس اللبس ده مش مناسب ليها، وبيمشي وبيكون واضح عليه الكسوف، على عكس نونا اللي كانت واقفة ومش مستوعبة اللي حصل، وتقول هو ايه اللي بيحصل ده، انا ما كنتش كده، المفروض اكون البنت اللطيفة، ليه مش حاسة بكده. وبيكون كورو في نفس الوقت ده في التراب ومش بيكون مصدق انه عمل كده، فبيقول هو ايه اللي بيحصل، انا المفروض ماليش اي علاقة مع البنات اصلا. وكان واضح انه متلخبط جدا. وتاني يوم نونا بتروح الفصل وبتتمنى ان كورو يديها اي مشاعر، خصوصا بعد ما قالها انها جميلة وكانت فرحانة جدا، وبتقول له صباح الخير. بس ردة فعله كانت غريبة، كان متوتر اكتر من كل مرة، وحتى تصرفاته كانت باردة اكتر من كل يوم، زي ما يكون اللي حصل امبارح هو السبب. وبعدها اخيرا بيبدأ مهرجان المدرسة، والفصل بيقرر يفتح مقهى بأزياء غريبة. وأول ما نونا بدأت تروج للمقهى الناس بتتلم عليها، ومن بين الحضور كانت بنت اسمها آسيا، وبتكون قاعدة ورافضة تمشي مع إن صاحبتها عايزة تروح تشوف باقي الفصول. بس آسيا بترفض إنها تتحرك، وبتقول وهي بتبص للمطبخ هو موجود هناك مش كده. وفي نفس الوقت هارو مرة واحدة بتحط على راس كورو ودن أرنب وتقول له لو عايز تشتغل يبقى على الأقل ساعد في الإعلان للمقهى مع نونا، وبتغمز لنونا انها لازم تستغل الفرصة دي. فكورو ما بيكونش مقتنع لكنه بيضطر يوافق، بس الغلبان مش بيكمل علشان نونا بتاخده المكان تاني، ومع انها بتخاف جدا الى انها اختارت بيت الاشباح. وبعدين لما نونا بتمشي الفستان بيتحشر ومش بتعرف تمشي، فنونا بتكون خلاص هتموت، مش بس من الرعب بسبب الاحراج كمان، على عكس كورو اللي كان بيبدأ يحلل تفاصيل بيت الاشباح. فبصت على كورو وبتطلب المساعدة، وبتكون هارو في نفس الوقت بتساعد صاحبتها في خبز العيش، بس فضلت سرحانة في قصة الحب
بتاعتهم لحد ما بيتحرق العيش كله. وبنرجع تاني لكورو اللي اخيرا بيساعد نونا، وبعدها نونا بتقرر تاخده في رحلة مليانة حماس، واول محطة كانت انهم ياكلوا فطاير، فبتشتري له واحدة بس هو بيفضل باصص عليها وهي بتاكل، وبعدها بيقول لها ان في كريمة على خدها، والموقف بيكون رومانسي جدا، وحتى البياعين اتغاظوا منهم وكانوا غيرانين، وحتى عصفور بيروح عندهم وبياخد الفطيرة بتاعت نونا، بس طبعا نونا مش بتستسلم وعندها افكار تانية، فبتاخدوا الحفلة كلها طاقة. بس الزحمة كانت فظيعة لدرجة ان نونا وهي بتتكلم بيطلع انها بتتكلم مع واحد غريب، والمشكلة ان كورو شكله كان مبسوط باللي حصل، فنونا عملت قلب صغير لطيف وحطيته على خد كورو وبسته، بس بتلاحظ انه مش منطقي، فبتحاول ترسم عليه بس البالون بينفجر فيها، وده بيخليها تحبط لانها مش عارفة تخليه يديها اي اهتمام، وما بيبقاش في وقت والمهرجان هيخلص. وبيكون في نفس الوقت عند جسر الحب بتاع المدرسة كان في حبايب كتير ماشيين ماسكين ايدين بعض، والجو كان رومانسي على الاخر كده يا صديقي. فنونا بتفتكر ان ده المكان اللي هارو كان بتتكلم عليه، وان اي اتنين هيمسكوا ايدين بعض فيه فهيرتبطوا مع بعض. وفي نفس الوقت عند المقهى الاعضاء كانوا بيعانوا علشان مش عارفين يعملوا حاجة كويسة، والموضوع كان فوضوي، وحتى كانوا بيفكروا ينادي على كورو علشان يساعدهم. اما البنت اللي اسمها اسيا فمش بتقدر تقابل كورو نهائي، وده بيخليها تمشي وهي محبطة جدا. بنرجع لابطالنا لما كانوا على الجسر والناس كلهم بيبصوا لنونا على طول وبيسألوا بعض هو معقول البنت دي بتوعد الواد ده؟ فكده سوء الفهم بدل ما هيكون مع هارو هيكون مع الناس كلها. وبعدها بتجيلها فكرة فبتظهر كورو وتعمل نفسها بتعمل اعلان للمقهى بتاع المهرجان، فساعتها الناس بتغير تفكيرها وبعدها بتفتكر ان دي فرصة كويسة، فبتحكي لكورو عن المكان ده وتقول له انه معروف باسم جسر الحب، وان اي اتنين بيمسكوا ايدين بعض هنا وقت المهرجان بتاع المدرسة هيفضلوا يحبوا بعض للابد. وبعدين بتعمل نفسها لمست ايده بالغلط فبينصدم وبيسحب ايده بسرعة، فبتهزر معاه وبتقول له في ايه، فكورو بيبص الناحية التانية ومش بيكون عايز يتكلم. فنونا بيجيلها فكرة وبتعمل نفسها بيغمى عليها علشان تطلب من كورو انه يساعدها، وبيكون هدفها انهم يمسكوا ايدين بعض، فلو ده حصل مش هيقدر يطلعها من دماغه. بس اللي حصل ما كانش متوقع، كورو بدل ما يمسك ايديها بيلف ايدينه حوالين ظهرها وبيرفعها، وبيتكسف جدا وبيمشي وبيسيبها وهي لسه مش مستوعبة ايه اللي حصل. بس بيكون فاضل ساعة والمهرجان هيخلص، فنونا بيكون عندها امل فبتجري بسرعة علشان تشوف كورو وتقول ان لسه بدري على الاستسلام. بس للأسف صاحبتها في الفصل طلبت مساعدتها لان الناس اتجمعت عندهم بسبب اعلانها، والمقهى بقى مليان زباين، فبتبدأ تشتغل مع كورو لحد ما المهرجان بيخلص، وبتكون محبطة جدا لانه كل الخطط ما نجحتش، فما فيش حل غير انها تروح البيت وتعيط مع نفسها. بس وقتها هارو بتلاحظ الحزن بتاعها وبتفهمها الحوار، فبتطلب من كورو يساعد نونا في ترتيب الطاولة، وده بيخلي اصحابها ينصدموا لانها اول مرة تتصرف كده. بس ده بيزيد سوء الفهم اكتر وبيخلي نونا تحبط وما بيبقاش عندها طاقة، وهي بتشيل لوح الخشب مع كورو، ومرة واحدة كورو بياخد باله انهم ماشيين سوا لمكان معين، بس بيسكت لما بيشوف الحزن بتاعها. فنونا بتحاول تغير الجو وتقول له استمتعت النهاردة، بس على طول بتندم لانها بتحس انها بوظت كل حاجة وهو اكيد مش مبسوط، وتقعد تفكر لحد ما بتخبط في صندوق بالغلط وبيقع عليها. فوقتها كورو بيرمي اللوح اللي في ايده على طول وبيسحبها ناحيته، فنونا بتلاحظ انهم على جسر الحب، فالوضع بيكون محرج جدا والاتنين بيحسوا بتوتر شديد. فكورو بسرعة بيسحب ايده وبيقول المهرجان انتهى، فده مش هيبقى حقيقي. فنونا بتستوعب وبتقول له ايوه فعلا معاك حق، بس من جواها كانت تتمنى ان ده يحصل لما المهرجان كان شغال علشان الاسطورة تنجح، وطبعا زي ما احنا عارفين ده كله ما يكونش ليه علاقة بالصحة. بعدها كورو بيقول لها النهاردة كان يوم جميل، اول مرة احس بالاحساس ده، والجملة دي بتخلي ضربات قلب نونا تكون اسرع، وبتقول يعني هو قصده ان الخروج معايا كان جميل. وبعد المهرجان بيزيد عدد الحبايب في المدرسة بشكل غريب، ونونا بتكون شايفة
لها ان الاسطورة مجرد كلام فاضي، بس مش بتبطل تفكير في اللحظات اللي قضيتها مع كورو. والاغرب من كده انها كل ما تشوفه جسمها بيتحرك لوحده، وبتلاقي نفسها بتستخبى في اي مكان، وفي نفس الوقت بتحاول تتظاهر بالعكس وبتقوله صباح الخير، بس من جواها كانت بتقنع نفسها انها لازم تهدى وتكمل. وبعد المدرسة أصحابها بيقرروا يجمعوا الفصل علشان يروحوا يلعبوا، وهارو مش بتكون متأكدة لو هتروح ولا لأ، لأن لو نونا هتروح هي كمان هتروح. فنونا مش بتمانع وبتروح تلعب البولينج معاهم، وبتكون شاطرة جدا، وبعد ما بتجيب ضربة ممتازة بتبدأ تسلم على الكل وبتكون فرحانة. والهدف الأساسي كان إنها تسلم على كورو علشان تستفزه. بعد شوية أخيرا بيرفع إيديه، بس في اللحظة اللي كانت هتسلم عليه بتفتكر لما مسك إيديها على الجسم، فوشها بيكون أحمر جدا وبتبدأ تتوتر، فبتعمل نفسها إنها تشتري حاجة وبتطلع تجري. وبيكون كورو مش في أحسن حال، فبيقعد مكانه وبيحط إيده على راسه وبيحاول يخفي وشه، لأن عمره في حياته ما سلم على بنت قبل كده، وشايف إن بنات المدينة جريئات شوية. بس بسرعة بيشيل الفكرة دي من دماغه، وإنه انتقل للمدرسة دي علشان يتحكم في نفسه. بس ليه بقى الفترة الأخيرة كل شوية سرحان في حاجات زي دي؟ وبعدها نونا بترجع، بس بتكون بعيدة عن كورو علشان بتكون مكسوفة، بس بعد تفكير بتقرر تواجهه، فبتروح عنده وبتقوله ينفع أقعد جنبك، ولكن هي بتقعد قبل ما يتكلم حتى معاها، وكانت مبسوطة إنها قاعدة معاه. وبعدها بتطلب الكولا اللي في إيديه بحجة إنها عطشانة، وبتكون متوترة جدا لأنها عارفة إن الشرب من نفس المكان هيكون معناه إنها قبلت، ودي خطوة من الخطة. وفعلا بتبدأ تشرب، بس كانت بتشرب بسرعة علشان تغطي على الكسوف، وبعدها بتديهاله وهي عاملة نفسها بريئة، وبتكون متأكدة إن ضربات قلبه سريعة زيها. بس بسرعة بيهدى وبيقولها بكل برود مش محتاجها، اشربيها كلها، وبيسيبها وبيقولها أنا هروح ألعب، بس بيعمل كده علشان يهرب. فنونا بتلبس ملابس شتوية، وده بيخلي الكل يفضل باصص عليها. وبعدها بتروح لكورو وبتقوله انت لسه مغيرتش اللبس الشتوي، وبتبدأ توضح ان المدرسة فيها اختيارات الالوان للبس الشتوي. وبعدها بيكون اصحاب كورو زهقانين، فبيبعتوله رسالة بيطلبوا منه يجي ورا المدرسة، واول ما بيوصل بيبدأ يقولوله لحد امتى هتفضل تعامل نونا بالبرود ده؟ لو دينك بيمنع الحب يبقى خلاص ملكش دعوة بيها. وبيقولوله انه في كل مرة بيعامل نونا ببرود بتكون زعلانة جدا، بس برضه بتحاول تتكلم معاه، وده بيوضح انها شخص طيب. اما صاحبه التاني اللي بيكون شايف كورو كمنافس مش بيقوله اي حاجة، لانه عايزه يكمل تجاهل نونا علشان تتقرب منه هو بس. وبيسألوه الدين بتاعك بيمنعك من الكلام مع البنات، طب مش برضه بيقولك انك لازم تعامل الناس كويس؟ فكورو بيبدأ يتأثر بكلامه لانه عارف ان نونا كانت لطيفة معاه من اول يوم في المدرسة، بس برضه بيكون متردد. بس مرة واحدة بتظهر هارو وبتسأله ليه دايما بتعامل نونا ببرود؟ هي بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تتقرب منك، بس انت مش بتعمل حاجة غير انك بتبعد عنها، انت اكتر شخص مؤذي ليها. وبعدها كورو بيشوف مدرس كان شايل حاجات كتير، وبيشوف نونا وهي بتساعده، فوقتها بيكون متأكد انها شخص طيب. وبعدها وهو داخل الفصل بيشوفها وهي متلخبطة علشان مش بيكون معاها الكتاب، فبيقرر لأول مرة ياخد خطوة وبيروح ناحيتها وبيقولها ممكن تتفرج معايا عادي. فهي بتكون فرحانة جدا وعلى طول بتقرب المكتب بتاعها، بس بيلاقي أصحابه واقفين بعيد وبيقولوله عاملها كويس يا غبي. وهارو بتكون نظراتها كلها غضب، وده بيزيد توتره أكتر. وبتكون نونا حزينة جدا لأنه أخيرا أخد خطوة ناحيتها بسبب اللي حصل بعدها. بيكون صدمة ليها. كورو بيسحب المكتب ناحيتها وبيحط الكتاب بينهم وبيقول لها كنت بس مستغرب مش أكتر، وما كانش قصدي أتجنبك. فوقتها نونا وشها بيكون منور وبتقوله شكرا ليه. والمشهد ده بيخلي كل أصحابهم يكونوا فرحانين جدا. أما
أما كورو فبياخد قرار إنه لو مش هيحبها يبقى على الأقل يتعامل باحترام. وهنا بنكون خلصنا الملخص التاني، فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك علشان ندلعك معانا كده يا صديقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.